السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد بقى، هاخدكم معايا كده ريفيو عن آه، الفندق في الغردقة. آه، اسمه هواي لو جاردن. طبعا انا هنا لسه في الباص، في السوبر جيت. خلاص فاضل بالظبط 10 دقايق ونوصل. حبيت اوصل يعني اصور لكم الفنادق اللي جنبيه. وهقول لكم طبعا على مميزات وعيوب الفندق اهو. و واقول لكم الاسعار اليوم والاكل وكل حاجه. طبعا خلاص انا وصلت. مش هتلاقوا الفيديوهات مترتبه شويه، بس هحاول. هنا الغدا. لا، ده الفطار. الفطار بيبقى بيض وطعميه ولانشون وجبنه وسلطات خيار بقى وحاجات كده. وطبعا المشروبات بقى شاي وينسون ومفيش قهوة ومفيش نسكافيه، ومشروبات بقى اللي هي ايه، عصاير وحاجات كده. وهنا دوت الفندق من جوه. ده بقى الفندق من جوه. آه اول حاجة فيه طبعا اكوا بارك كتير. في يعني بصوا اللعبة دي، لعبة تحس ان انتوا بتقعوا من الدور الرابع. كان نفسي اجربها قوي، بس طبعا يعني بصراحة ما لقيتش حد يشجعني. وفي نفس الوقت انا كنت خايفة. يعني هو انت ممكن تركبيها لوحدك عادي يعني، بس انا كنت عايزة حد يبقى معايا، وفي نفس الوقت كنت خايفة يعني. بصوا، دي طبعا بتاعت الكبار. وفي طبعا البسين، وفي بقى تقدري تاخدي شاليه طبعا على البسين، تقدري تاخدي في الاوض. احسن حاجة ان الاوضة بتاعتي كانت جنب البسين، وجنب الكافيتيريا على طول، وجنب يعني في العشاء بالليل او كده، في القعدة في السهرة حلوة جدا. بصوا دي بقى الاكوا بارك بتاعت الاطفال. طبعا دي كنا قاعدين فيها 24 ساعة. وهناك خالص البحر، هصور لكم برضو البحر. بصوا دي بقى بتاعت الكبار. بصراحة شكلها مرعبة. بس طبعا كانت عليها اقبال تاريخ يعني. هنا بقى دوت فيه زي كازينو كده بالليل. طبعا مش فري يعني، تدخلي طبعا على حسابك. آه وهنا بقى بالليل الحتة دي بقى تقدري تشربي فيها مثلا زي ما انت عايزة مشروبات. وفي مثلا بوب كورن، وفي بقى غزل البنات وفي ايه تاني. وهنا كانوا حاطين تنورة، جايبين تنورة بالليل في العشاء، حلوة قوي برضو. وكانوا جايبين آه رقص شعبي وكده برضو جايبينها. فكانت حلوة يعني، كان بصراحة عاملين تنوع. وعندهم طبعا احنا كنا رايحين فول بورد، فطار وغدا وعشاء على حسابهم يعني. يعني على حسابنا يعني، دافعينه يعني. آه فالفطار كان من الساعة 10 للساعة 1، والغدا كان من الساعة تقريبا 1 ل3، والعشاء كان من الساعة 6 ل9 تقريبا يعني. انا معرفش النظام قوي، لان كان ساعات بيفوتني الغدا وساعات بيفوتني العشاء، لكن الفطار لا، كنت دايما ببقى صاحية بدري لان طبعا ببقى تعبانة ببقى عايزة انام. هنا التنورة بيبقى فيه زي ساحة كبيرة كده عاملة زي مسرح، وفي ادوار كده عاملين زي، عارفين لو الجامعة اللي هو المدرجات. حلوة قوي بصراحة. ويعني بتعمل جو كده الغطس يعني. دوت من بالظبط من 9 او من 10، تقريبا من 9 ل11، اللي هي التنورة والرقص الشعبي. ده فري يعني للأوتيل كله يعني، يتفرج.
طبعا الاوتيل كان فيه سياح وكده يعني. آه الاوتيل كان حلو، مش وحش. آه بس بقى عيبه حاجتين. اول حاجه الاكل كان سيء جدا. الفطار طبعا مفيش اختلاف عليه، لان الفطار بيض وفول وكده يعني. لكن العشاء والغدا مش قادره اقول لكم، سيء جدا جدا. بصوا يعني جدا دي لابعد مراحل. انا ما كنتش متوقعه ان هو سيء كده. يعني حتى الرز مش معمول كويس، المكرونه مش معموله كويس. يعني الاكل مفيش يعني مفيش الا المشاوي، وحتى المشاوي ملهاش طعم قوي. يعني مش منقوعه في تتبيله مثلا وتاني يوم عملوها. لا 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 لا. وكان في طبعا حلويات بقى، تورت وكده حلوه. تورت حلوه، بس مش الواو برضو، مش اللي هي لدرجه ان انت يعني حاجه واو، لا يعني عادي. فكان كويس. في ان هو في اكوا بارك للكبار وفي اكوا بارك للصغيرين. انبسطوا جدا جدا بصراحة الأولاد. بس عيبه بقى إن البحر معرفناش ننزله خالص. هتشوفوه من الصخور الزلط أو كده. حتى لو لابسة اللي هي الشوز بتاعة البحر، بصراحة الموضوع كان سيء جدا. البحر يعني دي أكتر حاجة. مش كان في بقى رملة ونلعب على الرملة والحاجات دي، لأ بصراحة. ف... وانا بحب البحر جدا طبعا. مش بقى انا مش جايه عشان البسين. يعني البسين تقدري في القاهره تنزليه في اي مكان يعني. حتى لو هتحجزي اوتيل تقضي يوم، الويك اند، او تقضي يوم يعني. فبصراحه او تقضي يومين يعني براحتك يعني. لكن اقعد في الباص كل دوت من القاهره للغردقه، وفي الاخر ما اتمتعش بالبحر، فبصراحه مشكله كبيره يعني. ده اول مشكله. تاني مشكله بقى موضوع الاكل. موضوع الاكل ومش موضوع الاكل ده مش تافه. انتوا تخيلوا ان انتوا 3 ايام ما بتاكلوش حاجه غير ان انتوا فراخ مشويه بس. لا عارفين تاكلوا رز، لا عارفين تاكلوا مكرونات، لا في اكلات. ده هنا اللوبي كنا مستنيينه بقى عشان آه يعني ندخل. كنت بوريكم الفيديوهات مش مترتبه قوي، لان ايه، كنت بحاول على قد ما اقدر ان ما اصورش ناس يعني. ومحدش برضو يعني يتضايق، لان طبعا كل واحد بقى بيبقى براحته كده ومع عائلاته واطفال. وانتوا عارفين بقى هنا المكان دوت بيبقى فيه اللي هو السناك اللي بيبقى بعد الغدا. بيبقى فيه بقى سناك، بيبقى فيه بطاطس ومشروبات زي ما انت عايزة وعصاير. هنا بقى البحر كان حلو قوي وجميل، والمية بتاعته صافية وكل حاجة. بس في ناس لقوا اناديل بس مش كتير. بس بصراحة الزلط هو اللي كان مشكلة. بصوا هنا البحر كان بصراحة كان جميل جميل جميل. بس طبعا درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا اليومين اللي فاتوا. كانت حوالي 44 حاجة كده. وطبعا في الغردقة بتبقى أشد من القاهرة. فهي دي المشكلة. بس كان الجو فظيع. بس غير كده بصراحة الأوتيل كله حلو، لأن البحر جنبك. يعني انتوا تخيلوا ان انتوا ماشيين في طريق كده واحد، بتعدي الأول على البسين، وفي نفس الوقت تعدي على بعديها بشوية البحر في مكان واحد. وكل حاجة حواليكي بقى السناك، الحاجات مش بعيدة قوي عن بعضيها. دي احسن حاجة. ليه احسن حاجة؟ لان انت متقعديش تلفي حوالين نفسك. انا رحت اوتيلات قبل كده تلفي، عارفة يعني ايه تلفي؟ عشان تروحي هنا او هنا او هنا. لا. فهنا حلو قوي. حتى التويليت برضو قريب، الاوضه بتاعتك قريب، كل حاجه قريبه. بصوا هنا عصفوره كنت بصورها. تخيلوا ان اول مره اشوف عصفوره قريبه مني قوي كده. دايما كنت بشوفها بعيد يعني. بس العصافير على طول بتقف، يعني ما بتخافش خالص من الناس. آه بس فكان اكتر حاجه بس مضايقاني بصراحه الاكل والبحر. وطبعا دول اكتر عيبين خطر جدا، لان انت معاكي اطفال ومش عارفين ياكلوا. وانا عندي ولادي بيحبوا الرز، وطول الوقت بقى يعني مفيش الا فراخ بس، لدرجه ان هم زهقوا يعني. زهقوا. فاضطرينا ان احنا نخرج ونجيب اكل من بره. فبصراحه هو ده اللي كان وحش جدا. هنا كانوا عاملينها مثلا اللي هي قبل الغدا بشويه، زي ايه، آه
زي يعني حاجة فور فان كده قبل الغدا، يعني قبل الغدا بنص ساعة أو بنص ساعة تقريبا، عقبال بقى ما تطلعي من البسين وتغيري هدومك عشان الغدا هنا. وهنا عندهم البسين بيقفل الساعة 6 أو 5:30، والبحر 6. عشان ايه؟ بعد كده تتعشي بقى، بعد كده تقعدي بقى عايزة مثلا تقعدي بس كده على البسين، تقعدي على البحر. وفي هنا بقى زي تلعبي جيم بلياردو، او تلعبي اللعبة دي، لعبتها انا وجوزي اللعبة ديت، او الاولاد يلعبوا جيم اللي هو المسدسات والحاجات ديت. فزي ما انت عايزة يعني. بس كانت بكوين كده، الكوين الواحد ب10 جنيه. والبلياردو والحاجات ديت النص ساعة ب50 جنيه. بصوا الاكوا بارك بصورها لكم قريب، هي صعبة اوي بصراحة، عالية بشكل غير طبيعي وصعبة. بصور لكم حد وهو نازل. وايه تاني؟ بس لكن الفندق بصراحة النظافة على طول طبعا. ال الاوض يغيروا كل يوم. وفي الاوض برضو موجود كاتل، عشان لو عايزة تشربي حاجة. في اوتيلات ما مفيش حاجة يعني تشربيها حتى لو مشروب، مفيش حاجة في الأوضة. لكن بصراحة الأوض كان فيها مثلا كاتل، كان فيها تشربي بقى زي ما انت عايزة مشروبات لو عايزة. بصراحة حلوة يعني. لكن الأكل كان ممنوع، بس تقريبا أكل الأوتيل بس، لكن احنا جبنا أكل من بره فكلنا عادي. هنا برضو، هنا بقى كان اللي هو من الساعة 10 للساعة 11، اللي هي برضو الرقص الشرقي. برضو كان زي اللي هو زي في المسرح. آه حلو قوي بصراحة. احنا كنا هنقعد اكتر من كده، بس بصراحة ما لقينا الاكل. معدتي تعبتني جدا جدا، ما قدرتش بصراحة. موضوع الاكل طبعا فطار وغدا وعشاء كتير، ان ما يعجبونيش يعني. حتى السناك بيتأخر جدا، البطاطس او كده بصراحة. فايه تاني؟ آه وموضوع البحر بقى، وغير كده تمام. سعر الأوض 4200 الأوضة. انما لو أوضة خدتيها على البسين دي الليلة يعني، سعر الفرد. انما لو خدتيها في قولوا معايا، خدتيها على اسمها ايه، اللي هي خدتيها على البسين، شاليه. ايوه لو خدتي شاليه، الشاليه 5150. تمام. احنا قضينا 3 ليالي، 3 ليالي يعني 3 ايام يعني. ومشينا آه، رابع يوم الظهر. فحلوة جدا، كانت حلوة والأسعار معقولة، يعني ما في الرينج بتاعها يعني عادي، يعني اللي هو العادي، ولا اللي هو البسيط، ولا اللي هو الغالي قوي، العادي يعني. في أغلى من كده كمان. آه بالنسبة طبعا ان هي فول بورد، يعني ان هي فطار وغدا وعشاء وسناك وكل حاجة، انت مش شايلة هم. بس الأكل مش حلو خالص، مش حلو خالص خالص. آم، يعني مثلا لو حد قال لي ان انت هتعيدي التجربة، هعيد التجربة بس برضو مش هقعد فيها اكتر من 3 ايام. مش هقدر اقعد فيها 7 ايام، مش يعني احنا كنا هنكمل نقعد 7 ايام، ما قدرتش يعني، ما قدرتش بصراحة. فقلنا بقى لا يعني، نيجي وقت تاني ونغير المكان بقى، نغير الاوتيل او كده. بس انما الاطفال بصراحة انبسطوا جدا ولادي، وكانوا 3 ايام حلوين قوي. واحنا طبعا رحنا بعد العيد على طول. معرفش حجوزات العيد بقى كانت ايه. ف وحجزنا الباص برضو اللي هو السوبر جيت. ولو انت معاكي يعني 2، يعني فور فري الأولاد، اللي هو طبعا تحت، تقريبا تحت 12 سنة. لكن معاكي 3 لازم تدفعي الولد الواحد فيهم يعني، هو 2 بس.
فده حلو برضو تحت 12 سنة، وقت يعني كبير يعني، حلو مش وحش يعني. انا اولادي 3 صغيرين، بس طبعا دفعت الواحد يعني، ما عشان هما 3. وبس بصراحة كانوا يومين حلو يعني، كانوا 3 ايام حلوين جدا وانبسطت جدا وكمان الاوض كانت قريبة قوي زي ما قلت لكم. هكرر التجربة زي ما قلت لكم هكررها، ممكن بقى على المدى البعيد، لكن ابقى اشوف اوتيل تاني بقى يعني. بصراحة الاكل يكون كويس، خصوصا ان انت معاكي اطفال ومتطلباتهم كتير، مش هنفضل نشرب بيبسي يعني، مش هنفضل نشرب مشروبات وناكل بطاطس وكمان على فكرة كمان السناك اللي هي الفشار والحاجات دي وغزل البنات والحاجات دي عليكي يعني على حسابك. ب50 جنيه مثلا البوب كورن. آم، وكان في عربيات كده هوريها لكم دلوقتي، عربيات كده ال5 دقايق عربيات ب 50 جنيه، 5 دقايق بالظبط. فطبعا انا معايا اولاد بقى، ولاد يعني، فبيحبوا العربيات جدا، فخراب بيوت بصراحة. وكان في كمان زي بيت كور كده يقعدوا يتزحلقوا ومش عارفة ايه وكده، برضو هوريهولكم. كان تلت ساعة ب50 جنيه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وقولولي لو جربتوا فنادق ايه و... وايه الاخبار، وانا عندي حق ولا لا. موضوع الاكل ده مهم جدا. وعملتوا ايه في اجازة العيد؟ انا طبعا ما روحتش في العيد، انا عشان انا قلت اكيد زحمة، ورحنا بعد العيد على طول. وبس كده، دي كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه بأي حاجة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، متنسونيش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب والدعوة الحلوة. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا كل سنة وانتم طيبين، هي متأخرة بس للأسف ما قدرتش اصور خالص في العيد دوت، عشان الجو كان صعب جدا والأطفال بقى وكده. قلت بصراحة اخد اجازة شوية بجملة الاجازات يعني، انا كده كده مريحة في القناة خالص. بس دوري ان شاء الله نرجع بقوة يعني. بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم فيديوهات ما عملتهاش قبل كده. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسونيش من الدعوة الحلوة، ودايما يا رب بخير. ودايما في الاعياد عيدكم مبارك، اللهم امين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.